ازيكم عاملين يا رب؟ ان شاء الله تكونوا بخير باذن الله. اهم اسئله ماده الاحوال الشخصيه فرقه تانية حقوق عربي وانجليزي جامعه طب. طيب اولا ماده الاحوال الشخصيه دي ماده امتياز، نهتم بعناصرنا جدا 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 بالقلم الاسود، والتصحيح فيها بيبقى كويس، ونهتم بالاسئله دي نبتدي بيها وننتهي بيها، ونذاكر الباقي لو انتوا ذاكرتوه تمام جدا عشان ما نضيعش التقدير لاي سبب من الاسباب. ولكن الاسئله اللي انا هقولها دي الاسئله اللي بتتكرر في الامتحانات كتير، واللي اكد عليها الدكتور او الدكتوره نبيله رسلان في المحاضرات. تمام. طيب اول سؤال، ما هي المسائل الموحده في نطاق الاحوال الشخصيه؟ مهم جدا. الحاجه اللي بقولها مهمه جدا دي بتتكرر كتير جدا وبيتاكد عليها في المحاضرات كتير جدا. تمام. تكلم عن بيان المذاهب والطوائف الدينيه في مصر وموقف الالحاد. تكلم عن المقصود بالشريعه الخاصه. فرق المشرع في شأن تغيير العقيدة بين التغيير إلى الإسلام وبين التغيير إلى غير الإسلام، وأعطى لكل منهما حكما مختلفا. اشرح ذلك. ده السؤال ده بقى يعني يكاد إن هو بيجي كل سنة. قيود تطبيق الشريعة الخاصة على غير المسلمين، خاصة هي ما أنا يعني لو أنتوا معاكم مذكرات رايت اهتموا بثانيا وثالث. تمام. السؤال السادس، السؤال بيقول ايه؟ قد تتوافر شروط تطبيق الشريعة الخاصة، ورغم ذلك فإن حكم هذه الشريعة يصطدم بالنظام العام. ده مهم جدا جدا جدا. تمام. تكلم عن انعقاد الخطبة، مهم جدا ما ينفعش يعدي من الامتحان. تكلم عن انقضاء الخطبة، مهم جدا ما ينفعش برضه يخلو منه الامتحان. تاسع سؤال، موانع الزواج. تمام. لو معاك مذكرات رايت خاصة ثانيا اللي هي العجز الجنسي. سين 10 تكلم عن المعيشة المشتركة للالتزام بالمساكنة. ده مهم قوي. 11 تكلم عن تنظيم العلاقة المالية بين الزوجين، النفقة الزوجية. ده مهم يعني، بس في الحاجات اللي أنا بقول عليها مهمة جدا دي ما ينفعش ما تجيش في الامتحان. تكلم عن أسباب التطليق في الشريعة المسيحية. ده مهم جدا جدا برضه. طيب الأسئلة دي طبعا زي ما قلنا هنهتم بعناصرها، نقرا الباقي على الأقل مرتين. يعني ان شاء الله ماده الامتياز دي باذن الله يا رب. ولو احتجتوا اي حاجه انا معاكم، ودايما احط في الديسكريبشن وسائل الاتصال بيا. اشوفكم على خير ان شاء الله. سلام.